الرز محروق محروق. كل الناس حارقين الرز، القش ده الاراضي كلها، ده يعتبر ده مش محروق. الناس بتحرق اهي لان هيعملوا هياكلوه مع خبيز، ما عادوش بيخبزهم ولا عاد فران قش بتشتغل ولازم يحرقوه. كانوا قالوا هنشتريه منكم وضحكوا علينا، ولا اشتروه ولا اتكلموا ولا عملوا اي حاجه. مين اللي قال؟ خلي بالك بتغطيها بسباخ عشان ما تبانش. ايوه غاطين الارض ما تصوروش بايه. معلش، ما هو مقطع، ما هي باينه. لا ما هو الدخانه ده ما اراضي بتتحرق اهي، اراضي كامله اهي بتتحرق. لان يعني احنا انا في يوم من الايام قلت لهم انا ممكن اجيب لكم مصنع قلابش ياخد منكم القش والزباق اللي بتاع القمامه بتاع البلد وكده، واديكوا فلوس مرضوش. هما يعني انا حاسه انا حتى لما تيجي تكلموا واحد فلاح يبقى بيتكلم وهو خايف كده. انت خايف من ايه يا ابني؟ يقول لك اصل الاخوان مالين البلد. طب احنا مالنا ومال الاخوان؟ على فكره برضه الاخوان مالين البلد. اقسم بالله حمدان في منشيه عبد الرحمن واخد اعلى الاصوات، لان الفلول والاخوان هنا اكتر نسبه. صح والله فعلا. الاخوان الوقت راهبين الناس. يعني امن الدوله كان زمان اللي كان بيعملوا امن الدوله في الاخوان، هم الوقت بيعملوه في الناس كلها. كل الاخوان الوقت شغالين ضباط امن دوله. يعني امن الدوله كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، وبييجوا يلموا اللي كده واللي كده. والله كان عندهم حق. يا ريت امن الدوله يرجع تاني ويلمهم في المعتقلات، خلينا نروق منهم، لان هم الوقت عاملين رعب وارهاب للغلبان والكحيان قبل الراجل الكبير. ايوه والله. نعمل ايه احنا بقى مع